السلام عليكم. اسمي أحمد نسيم وساكن بولاية تينيسي مدينة نوكسفيل، وأني أشجع نادي برشلونة. توقعات الكلاسيكو يعني مو لازم برشلونة كل مرة تفوز، فأتوقع يكون تعادل بيناتهم. وتحياتي لصفحتكم الحلوة و keep up the good work. إن شاء الله الفوز للملكي 3-1. أتوقعها أخوكم محمد من ميشيغان. السلام عليكم، أنا شاكر المختار، عايش في ولاية كولورادو، شجع نادي برشلونة، وإن شاء الله النتيجة 2-1 وأقدام السفاح وإنيستا بيسكا بارسا. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحة؟ أول شي أنا من تكساس، أتشرف بمعرفتكم من المسلم. الموضوع عن النتيجة مع ريال مدريد، إن شاء الله ريال 2 على برشلونة، و1 أعتقد برشلونة، يعني تصير النتيجة 2-1 إن شاء الله. متأكد من هذا الشيء. قيصر صبار، تحياتنا. صباح الخير شباب، شلونكم؟ اليوم يوم جديد، يوم الأحد 23/4. اليوم لعبة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة. اليوم ما عندي شيء أسوي، ما راح أطلع لأي مكان ولا ماكو أي مخطط. قعدت من الصبح وأريد أتحضر على مود اللعبة مال الكلاسيكو، والجو حلو اليوم بس بارد شوية، ما أعرف شو السبب، والشمس طالعة. راح أروح للسوق ويا أنس ووالدتي، أريد أجيب شيبس وشغلات بيبسي. هاي ما عندي اليوم أي مشروع. اليوم انتظر اللعبة وراح أصور ردة فعلي، أصور ردة فعلنا، أخلي كاميرا وأصور ردة فعلنا على اللعبة أنا وأنس، ويمكن راح يجي صديقي أحمد شوف ويانا اللعبة اليوم. أتمنى برشلونة تفوز، أتمنى وأتوقع برشلونة تفوز 4-1. ميسي احتمال يسجل اليوم، سواريز يسجل، وباكو الكاسير اذا نزل اليوم يسجل، اذا مو راكيتيش او انيستا. ومن يسجل الريال مدريد اعتقد بنزيما دائما يسجل الريال مدريد. اكثر لاعب اخاف عليه من الكلاسيكو هو بنزيما، ما اخاف من رونالدو، اخاف من بنزيما. جهزتوا؟ بس راح نروح للسوق نتسوق، راح نروح ترى بارده. حيركم اختيارات، واحد ما يعرف اختيار. شوف ايش لقيت، حصيرة مال العراق، هاي تفيد للسفرات. سعرها شنو؟ قريب يعني بمثل الشوربة مالتها. من يفوز، برشلونة ولا ريال مدريد؟ تسوق بنجاح. شباب امي تتوقع برشلونة تفوز اليوم، ايش قد يوم النتيجة؟ ايش قد؟ لبس حزام. النوس، من تتوقع اليوم يفوز؟ رغم انه انا برشلوني بس اتوقع ريال. وليش يابا تتوقع ريال؟ 2-0. 2-0. طبعا اللي يعرف انس دائما يقول انا برشلوني، بس هو لا على برشلونة ولا شيء، هو مدريدي متخفي. برشلونة.
10 حقائق مهمة عن الكلاسيكو. يعتبر الكلاسيكو أكبر حدث تنافسي رياضي بالعالم. بعد نهائي دوري الأبطال، الكلاسيكو أكثر لعبة كرة قدم مشاهدة، 100 مليون شخص يشاهد لعبة الكلاسيكو الواحدة. الكلاسيكو كانت تسمية تطلق إذا لعبة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني فقط. بعدين خلال الزمن تطورت، صارت تشمل كأس الملك ودوري أبطال أوروبا وحتى اللعبات الودية، هم قاموا يسموها كلاسيكو. على الرغم من ريال مدريد متفوق ب90 فوز على برشلونة اللي فايز 87 مباراة، بس مجمل المباريات اللي هي عددها 258 لعبة، برشلونة فايز منها 106 وريال مدريد فايز 94 و58 لعبة تعادل. طبعا هذا التنافس مو جديد، هذا التنافس قديم، يعني يرجع من سنة 1902. هي بوقتها بدأت التنافس، كان تقريبا واحد من أول لقاءاتهم، وهي بطولة تكريمية سواها الملك ألفونسو الثالث عشر، وبعدين تطور العداء بزمن فرانكو، أكيد كلكم سامعين به، ولحد هاي الفترة العداء، لأن فريق ريال مدريد كان يعتبر رمز للقومية الإسبانية، بينما برشلونة كان يعبر عن الفخر القومية الكتالونية. ما طول هالتنافس موجود، الكلاسيكو دائما راح يكون أكثر من مجرد لعبة قدم أو طابة، لذلك تشوفون العالم كله مهتم بيها، لأن في شيء حدث رياضي كلش قوي. بالخمسينات كان اكو لاعب اسمه دي ستيفانو أرجنتيني، ريال مدريد وبرشلونة اثنينهم رادوا يوقعون لهذا اللاعب، فصار خلل بالنادي اللي هو كان يلعب دي ستيفانو، فاللاعب وقع للناديين ريال مدريد وبرشلونة، وقع بنفس اللحظة. عاد الاتحاد الاسباني ايش سوى؟ قال راح يلعب اللاعب 4 سنين، سنتين يلعب ويا ريال مدريد وسنتين يلعب ويا نادي برشلونة. طبعا الجماهير كلها احتجت وهوسه وصياح وعياط. طبعا اكو حزازيات بين الفريقين، اي لاعب يلعب فريق معين يعني صعب انه ينتقل للفريق الاخر لان الجمهور ما راح يستقبلوه، فكانت اكو 33 حالة انتقال. اشهرها كانت لويس فيغو، انتقل من برشلونة الى ريال مدريد، ولويس انريكي اللي هو مدرب برشلونة حاليا كان يلعب ريال مدريد انتقل الى برشلونة. عندك لاعبين اخرين مثل البرازيلي رونالدو انتقل لنادي الانتر الايطالي، بعدين وراها بفترة رجع لعب ويا نادي ريال مدريد، وبوقتها كان يلعب ويا زيدان وروبرتو كارلوس وراؤول وديفيد بيكر، كان يعتبر اقوى نادي بالقرن ذاك الفترة. طبعا لازم نحكي عليها وهي نتيجة 11-1 سنة 1943، ذهاب نهائيات كأس الملك، ريال مدريد فاز على برشلونة 11-1. يعني كوما ناس يحكون انه دخل جيش فرانكو ما اعرف شنو، هاي كوما اقاويل، ناس تنكرها ناس تثبتها، بس اللعبة مسجلة بلوائح نادي الملكي، يعني مسجلة بلوائح ريال مدريد انه هذا يعتبر اكبر فوز بالكلاسيكو. البرشلونيين ما يعترفون به، انا واحد من الناس ما اعترف بها واقول هاي النتيجة باطلة جدا. ليونيل ميسي الارجنتيني صاحب اكبر معدل تهديفي بلعبة الكلاسيكو، مسجل 21 هدف. يجي بالمرتبة الثانية دي ستيفانو 18 هدف، وكريستيانو رونالدو 16 هدف، وراؤول 15 هدف. وطبعا ميسي عنده اكثر اسيست او تمريرات حاسمة، 13 تمريرة حاسمة، وعنده 2 هاتف. طبعا بالرغم من هاي الهوسة والضجة الإعلامية والثقافية والتنافسية بين الفريقين، بس كانت اكو بعض الحالات الحلوة بتاريخ الكلاسيكو، وهي انه في سنة 1983 وفي بطولة كأس الملك الإسبانية، مارادونا راوغ الحارس مال ريال مدريد وتوقف، انتظر الحارس يرجع لمكانه حتى يتصدى للطاولة. طبعا الجمهور استقبلوا هاي اللقطة بالتصفيق الحار، ثاني لاعب يحصل على التصفيق هو رونالدينو البرازيلي ايضا في سنة 2005 لما فازوا برشلونة 3-0. طبعا جماهير النادي الملكي كلهم وقفوا على حيلهم وصفقوا رونالدينو على الاداء التاريخي. اخر لاعب برشلوني حصل على تصفيق من النادي الملكي هو اندريس انيستا 21 نوفمبر 2015. شباب راح تبدي لعبة برشلونة وريال مدريد الكلاسيكو، دقائق قليلة وتبدي اللعبة، باقي تقريبا 7 إلى 6 دقائق. 650 مليون مشاهد. طبعا ما راح البسه لان كل ما البسه نخسر، راح احطه هنا يمي حتى للحظ. حلوة تير شتيجن، ماكو اوفسايد، ماكو اوفسايد. عددين يا حكام، يلا برشلونة يلا يا معودين. لحد الان ريال مدريد احسن استحواذ وسرعة. حلو ميسي، حكم انذار حلو.
حلو والله سحل الكاسيميرو. ميسي خلى كاسيميرو بجيبه. وين؟ يا سواريز وين سواريز وين؟ ايش قد صاير خبل؟ ميسي انصاب. ميسي انصاب. والله ميسي حقه كله دم. مراقب الخط وين؟ ايش يسوي مراقب الخط؟ بعد ان تلقى العلاج ويبدو انه على مراس حربه وصانع اهداف. كريم في كل مكان، بنزيما مره اخرى. كريم يغير اتجاه اللاعب للوكا. لمسه يد بيده لمسه يد في اللقطه الماضيه على النجم الكرواتي. هذا جابه هنا. كرواتيا ما اعتقد بيده، جت هنا هي. انت مدريدي؟ مباراه كره قدم. انت مدريدي ولا برشلونه؟ لوكا مودريتش من جهه، ايفان راكيتيتش من جهه اخرى. اوه لا 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 لا. حلوه حلو زاويه ريال مدريد. جول مدريد. قطع البث. منو يا لاعب؟ جول. انا بعد الكامس عندي روح اسالك شيء. 1-0 ريال مدريد. جول ميسي جول ليو ميسي. تعادل؟ يس ميسي قبل تعادل. من جول يا برشلونة. يس وين تعال. حلوة ميسي حلوة. شقوا حلقة وقبل 4-1 1-1 شباب. ميسي قال كاسيميرو جول. سواريز ايش تسوي يا سواريز؟ هو اذا ما يعض ما يفتح. الدريجي هذا يفور بدمه لازم يعض. سواريز لا يا ميسي. زاوية ما عندي اسم حي. زاوية يا معود يا حكم. حلو جيسون ليش تضيع ليش؟ طرد يا حكم. طرد هاي مو عنده انذار. ذاك عنده انذار. حكم طرد. حكم اخر لاعب. حكم اشوف فوتت. لا يا ميسي. بعيد. خلاص الشوط الاول شباب. رجع وياكم الشوط الثاني. 1-1 ميسي وكازيميرو. لا يلبث. كوكو كسر. بعرضه شنو من الحارس هذا؟ صبغ شعره اصفر. سلاميح هذا. ياكم واحدة لا. حلو رونالدو برا. جول لا. اوفسايد هاي مال رونالدو ما حسبها. الهجمة مال رونالدو اوفسايد. نزل اندري جوميز. يا الله. ميسي. راكيتيتش. راكيتيتش. يس. ولد 2-1. حلوة راكيتيتش. على اعصابي. ميسي. حكم طرد هاي اخر لاعب. طرد سيرجيو راموس اخر لاعب يطرد. تاريخي يعيد نفسه. اخر لاعب يطرد شباب. لا حد يقول حكم وما حكم. ترى 3 لاعبين اوفسايد كانوا ما صفر. حلو روح. بيكي. هذا شنو الحارس هذا؟ هاي جول. عمي هذا الحارس في شيء ما اعرف. اضغط عليه يا ابوي. لا تخليه يجي. لا تخليه يلعب. باعي لا تخليهم يمررون. لا قلت ليش يخلون ضغط ماكو. كل هذا اندري جوميز هذا. يلا سيرجيو روبرتو. يلا اخيرا. اندري جوميز راح يضيعها.
ميسي ميسي جول ميسي جول ميسي جول اوه ماي جاد ميسي جول يس رونالدو منتهي قام يصيح اندار الميسي صينيات تيشيرت ميسي صينيات تيشيرت مالتك برشلونه هاي برشلونه عبتان مدور حلوه يا ميسي حلوه يا ميسي حلوه سيرجيو روبرتو والله يا روبرتو قائد الهجمه ما شوف شلون انطلق انتهى كل شيء في هذا الكلاسيكو سيكون رفقة الزملاء في الاستوديو خلصت اللعبه يلا فازوا برشلونه طبعا شنو نيمار ماكو طبعا شباب الفرحه لا توصف برشلونه فازت 3-2 لعبه الكلاسيكو اليوم ميسي سجل هدفين وميسي صار برصيده 23 هدف بالكلاسيكو 500 هدف من 577 مباراه اعتقد في الدوري الاسباني اللي هارد لك اول شيء هارد لك الريال مدريد ومبروك لبرشلونه طبعا الفوز مستحق اللي يحكون عن الحكم لا تنسون اكو لقطه طرد المفروض بحق كاسيميرو وطرد راموس كان صحيح 100% اعتقد كانت اكو ضربه جزاء رونالدو بالدقائق الاولى طبعا ما شفتها لان البث ظل يتقطع عندي فشفتها بالاعاده بعدين بالاستوديو التحليلي اعتقد كانت ضربه جزاء رونالدو بس دقائق اولى وكلاسيكو صعبه على الحكم انه يحتسبها واحتمال اذا ما شاف اللقطه اصلا مراقب الخط بالشوط الثاني كان نايم 3 حالات تسلل على ريال مدريد كانوا يقدرون يسجلون منها هدف طبعا 3 حالات تسلل من حسبت وهارد لك ريال مدريد مبروك لبرشلونه هاي كره قدم لا تنسون خلوا روحكم رياضيه والقادم احسن واعتقد لهنا يخلص الفلوج ما اعتقد راح اصور شيء بعد لان ما راح اطلع لاي مكان لا اسوي اي شيء واتمنى تسوون لايك لهذا الفيديو تشتركون بالقناه إراكيز إن ذا يو إس ولا تنسون تتابعونا على صفحتنا بالفيسبوك إراكيز إن ذا يونايتد ستيت كان وياكم حيدر وليد تحياتي مع السلامة